سبب ظهور موسى التعمري بهالأداء السيء هو جمال السلام. لما تلاعب موسى التعمري كلاعب رقم 9 واللاعبين يعتمدوا عليه في التحولات ويسندوا عليه، انت هيك دمرته فعليا، لأنه خسر كل الصراعات الثنائية. كلنا عارفين انه موسى التعمري لاعب جناح او لاعب خط زي ما بيحكوها، هو بحاجة مهاجم عشان يسند عليه في لحظة التحول طبعا من الأردن الدفاع ما بغاش للهجوم. نقبل واحد الحاجة، هي أن المنتخب الأردني منتخب ضعيف، ماشي منتخب قوي نيت. اللعابة اللي عند السلامي راه ماشي شي وحدين اللي واعرين، وموسى التعمري اللي كيفتخروا بهم راه ماشي شي واحد نيت، راه كيلعبها في النص الفرنسي. المهم النتيجة ديال الأردن والجزائر سالوا بجوج واحد، يعني الأردن رسميا تخطط بكأس العالم والجزائر طلعت. بس المرة هذا الأردن فقدت السيطرة وجالسة كتنتقد السلامي، فهمت انا علاش. السلامي مورا الماتش خرج واحد التصريح الصحافة وقال بلي الماتش ديال الأرجنتين هو آخر ماتش لينا في كأس العالم، وغادي نديرو فيه جهدنا كاملو لإعطاء بصمة وصورة جيدة على الكرة الأردنية. خاص جمال السلامي مورا كأس العالم يستقل من تدريب الأردن. على خاص يستقل من تدريب الأردن لأن دوك الناس ما كيعترفوش بالجميل. السيد ما عنده لا لعابة لا والو، كينتقدوا فيه من الفوق. أول مرة تأهلوا لكأس العالم.